بين وجوين ما كانش المفروض يبقوا قرايب. في مراحل الإنتاج الأولى للمسلسل، جوين كانت المفروض تكون زميلته من المدرسة، وكان المفروض إنها تروح مع بين والجد ماكس أجازة الصيف 3 شهور. وعشان يحصل ده كان لازم ياخد موافقة أهلها ويكونوا أصحاب ومقربين جدا. وهنا جاءت الفكرة إنهم يخلوا جوين بنت عم بن. ليه فيلجاكس ما أخدش ساعة ألبيدو وأخد ساعة بن؟ في آخر حلقات الينفورس فيلجاكس اتحد مع ألبيدو ضد بن، وفي الوقت ده ألبيدو كان معاه نسخته من أومناتريكس، والسبب إن فيلجاكس ما خدهاش منه إنها من صنع ألبيدو ومش أزمز، يعني فيها عيوب كتير، غير إنها مش متناسقة في الدي إن إيه مع الجيش بتاعه وما يعرفش يحولهم لفضائيين الساعة. عشان كده كان لازم ياخد النسخة الأفضل. ليه بن ما بيتحولش دايماً للفضاء اللي هو عايزه؟ ده ببساطة لأن أزمز عمل الساعة بدقة عالية، وعشان تستخدمها محتاج تضغط عليها بالراحة. لكن بن دايماً بيخبط الساعة وهو بيتحول، وده نبهه بيه أزمز في حلقة من الحلقات. غير إن الساعة في كتير من الحالات عشان تحمل اللي لابسها بتختار الفضاء الأنسب للمواجهة، مش اللي بن بيختاره. هل كنت تعرف إن كروماستون ودايموند هيد مش من نفس النوع؟ كتير من الفانز كانوا فاكرين إنهم الاتنين واحد من نفس الجنس، لكن بشكل مختلف. بس الحقيقة إن كروماستون اللي ظهر من كوكب دايموند هيد هو كان واحد بس، وسلالته اسمها كريستال سيبيين، وكان مهمته إنه يحمي كوكب دايموند هيد وسلالته اللي اسمها بتروسيبيين. ده غير إن كروماستون يقدر يطير ويحول أي طاقة، وده عكس دايموند هيد. هو إزاي بن قدر يهزم كيفن في ألتيميت إلين؟ عشان يهزم أجريجور، كيفن اضطر إنه يمتص فضائيين من الساعة بتاعت بن، وده أثر على عقله وخلاه يحارب بن وزمايله. ولكن بن لقى نقطة ضعفه، وهي إنه من ضمن الفضائيين اللي امتصاهم كيفن كان وايلد مات ودايموندد، والاتنين دول بيتأثروا بالأمواج الصوتية، ولذلك كيفن ما قدرش يتحمل الموجات دي من ألتيميت إيكو وخسر. هل كنت تعرف أن بن هو السبب في العلامة دي على كيفن؟ كيفن طول المسلسل ما بتبانش عليه العلامة دي، إلا أنها ظهرت عليه في نسخته الكبيرة في بن 10,000. السبب في العلامة دي هو بن نفسه في أومنيفيرس. كيفن خان بن، وفي المعركة دي بن بيوجه له ضربة بسوان فاير على وشه، واللي بتفضل معلمة مع كيفن حتى لما كبر. دي 5 حقائق عن الفضائي أبشاك. أبشاك هو الفضائي الوحيد في ساعة بن اللي ليه نسختين. بن يقدر يتحولهم، وده لأن النسختين دول هم سكان الكوكب بتاعه. أبشاك يقدر يبلع أي حاجة أو أي مخلوق، وده لأن أي حاجة بيبلعها بتنتقل تلقائياً لبعد خفي، والقدرة دي عند جنس أبشاك لوحده، يعني معدته عبارة عن بوابة لبعد. أبشاك يقدر يحول الحاجة اللي بياكلها إلى بلازما، أو يخزنها ويرجعها تاني في أي وقت. أبشاك ما يقدرش ياكل أكل طبيعي، لازم ياكل أي حاجة سواء صخور أو حديد، وده بسبب إنه جنسه على الكوكب بتاعهم أكلوا كل حاجة في الكوكب، لدرجة إنهم أكلوا 10 كواكب لحد ما استقروا على الكوكب 11. وبسبب ده معدتهم اتكيفت على كده، وللسبب ده هو الفضاء الوحيد اللي ملوش مفترس طبيعي، وده لأنه يقدر يبلع أي حاجة حتى إليين إكس. بن وهو في الغابة بيشوف نجم نازل من السماء، ولما بيقرب ساعة التراماتريكس بتلبس في وشه وبتحوله لجوست فريك، وبيكون في بيت قريب وفي صاحبه، ولما بيشوف إشارة على الشاشة بتشاور له على الشباك بيترعب من المنظر. بيجري يجيب المسدس من الدرج ويضرب على بن، ولكن بن ما يتأثرش وياكله. ليه ساعة بن 10,000 ما اتطورتش زي كل نسخ بن 10 التانية اللي ساعتها اتطورت وتغير شكلها؟ السبب في ده إن النسخة دي من بن 10 عمره ما خلع ساعته، ولكنها تغير شكلها شوية، وده بسبب إن الساعة حست إن بن كبر وتغير شكله، وخلت كل فضائينه كبار برضو. ده أكتر قصة مرعبة لبن 10. في عالم من عوالم بن 10 إزمز بيخترع أكتر سلاح مرعب عشان يدمر بيه العالم، الكارنتريكس، وبيطلقه في الفضاء.
بن وهو ماشي في الغابة بيشوف حاجة كبيرة بتصدم بالأرض، ولما يقرب الساعة بتمسك فيه بطريقة مؤلمة. جوين كانت بتدور على بن، ولما لقيته الساعة حست بوجود خطر وحولته بطريقة مؤلمة برضه لنسخة مرعبة من هيد بلاست. وفي اللحظة دي الساعة هي اللي كانت بتتحكم فيه وخلته يقتل جوين، وبعدها خلته يقتل برضه جده ماكس، وبقى حرفياً بن بقى أداة بالنسبة للساعة. ليه كارتون نتورك بوظت سلسلة بنتين؟ بنتين كرتون بدأ من 2005 وكمل كأعظم أعمال كارتون نتورك، ده غير إن اللي بيتفرجوا عليه كانوا من مواليد التسعينات، فإذا عايزهم يتفرجوا على حاجة كرتونية بالسخافة دي، ده غير إنك غيرت كل حاجة حلوة كانت في الكرتون. لأن ماتريكس هي أسوأ تقليد للأوميناتريكس. إن ماتريكس هو جهاز عمله سايكوبوس لكايبر عشان يتفوق بيه على بن، ولكن الجهاز التقليد ده هو أسوأ وأخطر نسخة للأوميناتريكس، حتى أسوأ من نسخة ألبيدو، وده لأن في عدد قليل جدا من التحولات، ودول شفناهم كلهم كانوا 12 بس، غير إنك ما تعرفش تتحكم بيه لوحدك، لازم من جهاز أو إشارة خارجية. وأسوأ عيب فيه إنها بتدمر صاحبها وتبوظ عقله، لأنها معمولة للكائنات اللي ملهاش عقل، ولذلك دمر عقل فيل صاحب ماكس. ولما كايبر استخدمها اضطر يتحكم فيها بكائن مضيف، وبدونه اتجنن برضه. مين هو بن اللي منغير ساعة؟ في أحد عوالم بن بتظهر لنا نسخة من بن في عالم الأوميناتريكس مش موجودة فيه، وبنشوف بن في يومه العادي وهو في المدرسة، وعلاقته بكيفن وجوين تكاد تكون شبه منعدمة، وبيقول لجده ماكس إنه زهق وحاسس بالملل في المدينة اللي هو فيها، وكأن في حاجة ناقصة، وهي طبعاً الأوميناتريكس.